رجعت لكم تاني. معلش يا جماعة، قفلت بسرعة في اللايف التاني. بس والله عشان كان نفسي من ساعتها شايلة هم ان انا مش عارفة ادي للناس حاجة اللي بيصلحوا الكهرباء، وكنت مش عارفة ان هما ممكن يقبلوا يعني شاي وقهوة من ضمن حاجة مقفولة. فعلى طول كنت بديهم مثلا بيبسي او كنز او حاجة من دي. فلما حد قال مدام سعاد تقريبا قالت الفكرة، فجريت اعمل لهم، بس للاسف ما لحقتهمش، انا اللي عماله بشرب الشاي اهو يعني. يلا بقى، المهم نيتي كانت ايه المره الجايه ان شاء الله اعمل كده. يا رب حد يقول لنا الصوت تمام عشان اكمل معاكم بقيه اللايف اللي كان قبل ده. لايف سريع يعني، بس كنت طالعه اقول منه كلمتين كده. ايه الهدف منهم؟ ان للناس اللي مش معاها مثلا لغه ومش بتعرف تسوق وجايه امريكا. حد يقول لنا بس الصوت تمام. انا شايفه في ناس دخلت اهي. يا ترى الصوت تمام ولا ايه يا جماعة؟ الموبايل عاكس في النضارة بتاعتي، بس معلش عشان لو حد كتب حاجة مش هشوف من غير النضارة يا جماعة والله. الصوت تمام؟ طب الحمد لله، حد بيقول تمام اهو. المهم نكمل اللايف اللي قبل كده. اللايف اللي قبل كده انا فتحت ووريتكم الناس اللي جم يصلحوا الكهرباء. انا زي ما بقول لكم ان انا الهدف من القناة، طبعا عشان لو حد بيشوفني اول مره، انا اسمي دعاء وساكنه في نيويورك، والقناه اللي احنا عاملينها انا وواحده صاحبتي اسمها بشاير، اللي انتوا شايفيني عليها دلوقتي دي، اسمها يلا نسهل الصعب في امريكا، قصدي البيج سوري بتاعت الفيسبوك. وعندنا قناه اسمها بنسهل الصعب في امريكا. البيج بنعمل عليها لايفات وبننزل عليها بوستات شغل، بوستات مدارس، حاجه تخص المدرسه يعني، بوستات شغل مدارس، سكن، يعني اي حاجة تفيد الناس وتسهل عليهم الصعب. اما انا ساكنة في نيويورك، ولا قصدك من وين بلدي الاصلية؟ لو بلدي الاصلية مصر طبعا يعني. مصريين بيبانوا يا جماعة، احنا دمنا خفيف فاكيد بنتعرف على طول يعني. والقناة اللي هي بنسهل الصعب في امريكا بننزل عليها بقى فيديوهات اللي هي مش لايف، اللي هي لو عايزين نوصل لكم مثلا معلومة، نشرح لكم حاجة مثلا مثلا لو حد عايز يعمل رخصة سواقة يعملها ازاي. متكلمين بقى عن الهجرة من الألف للياء، من أول ما الشخص، أنا في تكساس، أهلا بحضرتك. انتي منين بقى أصلا؟ خليني بقى نسألك برضه. يعني لو حد عايز يقدم في شغل ازاي يقدم، لو حد عايز يعمل رخصة سواقة، كل حاجة تخص الحياة في امريكا، وفي حاجات عامة كمان لان احنا نزلنا فيديوهات عن اهمية الفيتامينات. اهلا بيكي. مصر والسودان يعني جنب بعض واخوات وطول عمرنا واحد يعني. فزي ما بقول كده، كنت بقول الفلتر اللي انا عاملاه الرموش عماله تتحرك وفكروا ان انا اللي رموشي بتتحرك. لا ده الفلتر اللي انا عامله لكم، عشان انا بصراحه طالعه لكم برضو بالبيجامه يعني، معلش ساعات بيبقى الواحد ما عندوش وقت. انا اللي حصل ان انا الكهرباء قطعت عندنا، فاتصلت بشركه الكهرباء. اضحكي يا شيمو اضحكي، ايوه لا الناس تفكروا ان راكبه رموش ولا حاجه وانها بتقع مني ولا حاجه. فكان اللهم صل على سيدنا محمد، انا اصلا بحب ابقى بطبيعتي على طول بصراحه، زي ما الواحد يعني لو الواحد خارج مثلا خروجه حلوه بيبقى مظبط اموره، لو طالع اللي يوصل للمدارس فلازم نبقى طبيعيين، بيبقى طالع بالبيجامه. فانا بحب اطلع بطبيعتي، بس نظرا لان لازم برضو الانسان يعني يبقى فيه شويه تجمل، فبطلع لكم بالفلتر يعني. المهم نرجع لموضوع اللايف. ان اللهم صل على سيدنا محمد، كنت بقول على ايه؟ كنا بنقول البيج عشان اللايفات، والقناه عشان لو بنقول فيها خبره مثلا، حاجه خدناها من خبرتنا او من خبره حد، تجربه حصلت مع حد ومش عايزينها تحصل لحد تاني، او تجربه كويسه وعايزينها تحصل، نزلنا فيها عن اهميه الفيتامينات لجسم الانسان. الولاد ان هم مثلا ازاي نخليهم ما يكذبوش، طبعا ده في دراسات بشاير بتدرس، فكانت درست الجزء ده فنزلت الفيديو ده. فالمهم هتلاقوا على البيج وعلى القناه حاجات كتيره يعني ان شاء الله تفيدكم. محتوى القناه بتاعنا والبيج للافاده فقط، مش وفي طبعا احنا بنهزر، مش اكيد كله غم غم لان احنا دمنا خفيف اصلا انا وبشاير. بهزر معاكم طبعا يعني، اكيد مش بقول على نفسي دمي خفيف، بس انا قصدي لو في لايف وفي حاجه بنبقى تمام يعني.
تابعتك برضو انت الشيا كلها، ربنا يخليكي يا شيمو يا رب حبيبتي والله. في حد كاتب حاجة، ربنا يجازيكي خير، ربنا يخليكي يا اي حبيبتي يا رب. فلما بيحصل اي موقف قدامي بطلع انقله للناس، عشان لو هيفيدهم اللي موجودين في امريكا واللي لسه هيجوا. عشان انا كنت اتمنى وبقول لكم ده كل فيديو وانا جايه امريكا، ان انا ابقى عارفه الحياه عامله ازاي. بتفرق مع الشخص جدا لما يبقى عارف الطريق، وهو يعني بالظبط زي ما بتركبوا عربيه، لو انتوا طريق ومتعودين عليه شوفوا بيبقى الثقة بتبقى عاملة ازاي وبتاخدوه بسرعة ازاي. لكن لو انتم مش عارفين الطريق وبتحطوا بقى على جوجل او بتسألوا حد قبل ما يبقى فيه حتى جوجل، بيبقى الموضوع اصعب بكتير. فعشان كده احنا عملنا القناة وعملنا البيج عشان خاطر وقعنا في مشاكل كتير وحصلت لنا حاجات كتير انا وبشاير، وبنعدي منها يعني الحمد لله. بس كنا بنقول يا ريت كان حد قال لنا، يا ريت كان حد فهمنا، يا ريت كان حد مر بالتجربة دي. فالمهم عشان ما اطولش عليكم في اللايف ده، ان بس انا بقول الكلام ده تاني ليه؟ لان ما شاء الله انا شايفه عدد البيج بيكبر، فعشان الناس اللي بتخش جديد اكيد مش هتعرف توصل للفيديوهات القديمة واللايفات القديمة بس، وتعرف احنا مين يعني او هدف القناة ايه. بصراحة انت ده ربنا يبارك لك، انت بتاخدي كل حاجة بالصعب ويطلع عندك فاكرة انك تعملي جروب عشان ما حدش يقف في نفسه غلط، يفرق كتير مع الناس. ربنا يخليكي يا شيمو يا رب. الحمد لله انا دايما بقول طول اي مشكلة بتحصل لي، واتمنى ان الناس تاخد بالنصيحة دي في حياتها يعني، لان دي انا اكتسبتها بعد سنين طويل يعني، مش سنين طويلة وتجارب كتير وخبرات كتير، مش مثلا بعد يوم وليلة. لا طبعا كل انسان ساعات بيضعف وساعات بيتضايق وساعات استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، يقول ليه كده يا رب او اشمعنى انا. بس انا وصلت في الاخر بعد ما حصلت لي حاجات كتيرة يعني، والحمد لله عديت منها. وصلت في الاخر ان انا طول ما ولادي شايفاهم قدام عيني كويسين، طول ما بقول الحمد لله، طول ما خلاص بقول اي حاجة تاني غير كده خلاص مش مشكلة يعني. وده لاني عشت مع ناس ربنا يعني يقويهم ويصبرهم فقدوا ولادهم، وشفت بعينيا الموضوع بيبقى عامل ازاي. ربنا ما يكتبها على حد ابدا، ويقوي كل حد اتحط في الموقف ده. وطبعا في الوقت اللي احنا فيه ربنا برضه يقوي اخواتنا في غزة طبعا احنا لما بنشوف حتى الفيديوهات، لو ناس لو يعني حد كبير راجل او ست بنشوفوه مثلا بيتقتل او الكلام ده كله، مش زي شعورنا لو شفنا اطفال او شفنا اطفال نايمة في الشارع او الكلام ده كله. فانا برضو بنصح كل حد ان لو وقع في مشكلة، بالذات الناس اللي عايشة في امريكا، لان المشاكل بتاعت امريكا بتبقى صعبة جدا 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 جدا. اولا صعبة لو مشكلة حصلت في قانون، يعني لو حد مثلا خد تيكت في حاجة ما يعرفهاش او ما كانش يعرف انها غلط، ولا قدر الله ممكن يلاقي الموضوع يكبر لمحكمة ويكبر لحاجات كتير عمره ما كان يتخيلها. لو في مصر كان هيكرمش 200 جنيه لحد والموضوع كان هيعدي. او يكبر انه لا قدر الله يخش مثلا مستشفى وما عندوش اهل هنا، بيبقى مش عارف يودي ولاده فين، مش عارف يعمل ايه. لو جوزه رايح الشغل مثلا، طب مين هيودي الولاد المدارس، مين اللي هيبات معاهم؟ فكل مشكلة بتحصل لحد في امريكا انا عارفة ومجربة انها بتبقى اضعاف 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 ما حد موجود مثلا في وسط اهله. فلما حد يحصل له مشكلة لازم يفكر ان ولاده كويسين، فخلاص الحمد لله، ان الحياة عمرها ما هتبقى ورد يعني. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا طبعا ولقد خلقنا الانسان في كبد. وانا مش شيخة ولا واعظة، بس دايما بحط الحتة دي قدامي يعني. مش عارفة احنا ليه اتجهنا في اللايف للموضوع ده، انا كنت فاتحة عشان حاجة تانية، بس فرصة اقول لكم بقى في اللايف القرار اللي انا اخدته. يعني لما كذا حد سألني مثلا انت كنتي بتشتغلي ايه اول لما انت جيتي، او في كذا حد سألني مثلا طب ليه فكرتي تعملي جروب، او كذا حد سألني مثلا جيتي من كام سنة، ايه قولي لنا خبرتك وتجربتك، هل كل انسان لما بيجي في الاول بيبقى صعب ولا الدنيا بتعدي عادي يعني. فقررت بصراحة، مع ان كنت اول ما فتحت عملت البيج قلت ان انا مش هتكلم في حياتي الشخصية خالص، لان انا لما بشوف اليوتيوبر اللي بيجيبوا بيتهم وعيالهم ويقعدوا يعملوا مقالب والحاجات دي، انا رأيي الشخصي المتواضع كدعاء ان انا بشوف ان ده حاجة مش صح وحاجة حرام، وان مهما كانوا بيكسبوا مهما كانوا بياخدوا فلوس، احنا القناة بتاعتنا والله ما فيهاش اي فلوس برضه عشان الناس تبقى عارفة. لان في ناس قالت، واحد برضه الله يسامحه بعتله فيديو بيسأل على حاجة، فبعتله فيديو رد على كلامه وكنا عاملينه، فراح قال لي ما استفدتش منه اي حاجة، انتوا بتلموا فلوس بس في اليوتيوب. والله القناة ما بناخد منها اي حاجة،
اليوتيوب عشان يدي فلوس بيبقى لازم عدد معين، ولسه يعني ادعولي في المستقبل والله لو اخدنا ان شاء الله، وده وعد مني برضو، انا وبشار متفقين عليه، ان لو ربنا اكرمنا والقناة بقت بتدي فلوس، اي اسرة هتبقى لسه جاية جديدة ان شاء الله باذن الله، اسره عربيه يعني لسه جايه امريكا جديده وتواصلت معانا ان عندها، ان مثلا يعني مش مقدرتها او مش جايبه فلوس كامله انها تأجر سكن، وانها عبال ما تشتغل والحاجات دي كلها، لان طبعا اللي جاي دلوقتي بيبقى الله يقويه، لان لو جاي بس حق شقه اوضه وصاله اللي هي ب 2000 دولار بقت اقل حاجه، يعني هو محتاج 6000 دولار بس للسكن، ولو قلنا هيقعد شهر بس في البيت مش هيشتغل فعايز 2000 زيهم، يعني 8000 دولار لو حسبنا الدولار النهارده بيقولوا في 60، فهو بقى مبلغ يعني حوالي مش اقل من 500 الف جنيه، غير التذاكر وغير الفلوس بتاعت الميديكال فورم اللي هو الكشف الطبي بتاع مصر، الحاجات دي كلها. فان شاء الله اول ما القناه تشتغل اوعدكم والله هطلع اقول لكم ان القناه اشتغلت، مش هتحرج يعني، او انا صريحه مش بحب اللف والضرب، كبروا لي انتوا القناه واتفرجوا على الفيديوهات، واول ما تشتغل ان شاء الله والله هطلع باذن الله، يعني ان شاء الله انا بفكر اعمل الفكره دي. احنا بقينا دلوقتي يجي اولموست داخلين على 5000 في البيج، فلو كل فرد من ال5000 مثلا، لو الناس اللي موجودة في أمريكا إن شاء الله حتى لو 2000 شخص وكل واحد طلع 10 دولار لما تكون جاية أسرة جديدة، ولو القناة طلعت فلوس إحنا نطلع مبلغ على بعض حسب بقى ما القناة، مش عارفة لسه القناة هتطلع كام بصراحة يعني عشان ما اوعدكمش وتطلع في الآخر ما بتطلعش فلوس. فلو كل واحد دفع 10، بلاش 10، لو كل واحد دفع دولار مثلا حتى، واحنا 2000 جبنا 2000 دولار مع الواحد، مع القناه مثلا لو بتطلع فلوس، فلو بتطلع فلوس كتير والله هدفع كتير، لو مش كتير طلع 100 دولار حتى، جمعنا المبلغ ده عطيناه للاسره اللي جايه جديد دي، اعتقد ده هتفرق معاهم جدا، لان اللي جاي الدولار بيفرق معاه، الدولار فعلا بجد بمعنى الكلمه بيفرق معاه. فشيماء بتقول انا معايا، طب هقرا بقى التعليقات تاني عشان انا ما شفتش. آه، طبيعتك برضو انت لا دي قريتها ربنا يجازيكي خير، بصراحة انت يا دي قريتها برضو. طيب، عندي اطفال بره امريكا انفع اضيفهم معي في الضرايب وهم بره امريكا؟ انا مش خبيره، ارجعي لمدام امال واساليها، بس من خبرتي اللي انا اعرفه ان طالما الاطفال بره امريكا لا، لان انت لازم بتقدمي ورقه من المدرسه ان هم حضروا، او بتقدمي ورقه من الدكتور انه كشف عليهم، لو جم فتره في السنه اعتقد ينفع، لو ما جوش خالص لا، بس اسالي برضو مدام امان. ام احمد بتقول ربنا يجازيكم خير، ورانا بتقول ربنا يجازيكم خير. شيماء بتقول انا موافقه معاكم، فكره تحفه بصراحه وتفرق كتير مع الناس. ام احمد بتقول فكره جميله جدا، وبالذات ان هم مش بيلاقوا شغل على طول. انا عارفه يعني كلنا جربنا وكلنا مرينا بنفس، بصوا بنسبه 99% من اللي بيبقى جاي امريكا بيمر بنفس الموضوع، بنفس يعني بيقولوا عليها ايه، بيمر بنفس المراحل والموضوع وبنفس السلسله وبنفس كل حاجه. فانا عارفه كويس جدا، ويمكن يكون معايا حصل لي، الله اعلم، ممكن كل واحد بيبقى شايف ان مصيبته اكبر مصيبه، بس انا بالنسبه لي في حصل لي حاجات كتيره جدا جدا جدا، يعني من ساعه ما جيت، يعني من تقريبا من اول يوم حطيت رجلي في البلد، فعشان كده حاسه بالناس، عشان كده عارفه ان الدولار بيفرق، حتى لو حد جاي معاه فلوس او مقدور او عنده فلوس في مصر او عنده حتى بيزنس في مصر، لان ده كان حصل معايا، بس برضو لما بنيجي وبنحسب بالمصري بنلاقي الموضوع كبير قوي قوي، يعني لان احنا كلنا بنبقى جايبين فلوسنا بالمصري. فده وعد مني ان شاء الله، اول وعد ان انا هعمل فيديوهات، سلسله فيديوهات كده ان شاء الله انا وبشاير، عن حياتنا من ساعه ما جينا امريكا، اشتغلنا ايه المشاكل اللي قابلتنا وحليناها ازاي، ايه الحاجات الكويسة اللي عرفناها، وهنعملها في سلسلة الفيديوهات دي، وهنرتبهم ونبقى كاتبين عليهم واحد اتنين مثلا كده، عشان اللي يخش جديد يبقى عارف مثلا يجيبهم. بس هنتكلم في الجزء زي ما قلت لكم، عشان انا مش بحب الناس اللي بتعمل يوتيوب عن حياتها الشخصية بحاجات ملهاش اي لازمة ولا اي هدف، فاحنا هنتكلم عن الجزء اللي هيفيد الناس، يعني الجزء في حياتنا
الشخصيه اللي هيفيد الناس، اللي هيدي امل لاسره لسه جايه. لان انا في ناس بتبعت لي على الخاص، يعني في واحده بعتت لي قالت لي ان هي ودت ولادها المدرسه، كانت اول يوم توديهم المدرسه، وبعد كده راحت تدور على شغل فما لقتش، فكانت طول الطريق ماشيه عماله بتعيط لان الفلوس قربت تخلص اللي معاهم. فهي مفكره ان، يعني وهي بتقول لي الحمد لله كانت حالتها متيسره يعني في مصر، فهي مفكره ان هي الوحيده مثلا في امريكا اللي حصل لها ده كده وعماله بتعيط. فانا حكيت لها تعالي يا حبيبتي واحد اتنين تلاته اربعه، فلقيت نفسي بصراحه انا كده هقعد احكي لناس كتير، فقلت هعمل لكم فيديو واريحكم واريح نفسي، عشان ساعات ما بيبقاش عندي وقت، وساعات بيبقى صعبان عليا جدا اللي باعت لي، لان هو مفكر نفسه ان هو في الظروف دي لوحده. هرجع واقول لكم تاني ان انا لما جيت ابسط حاجه عيطت عليها اول ما شفت ان كنت داخله اقعد مكان ناس مسافرين مصر، فانا داخله على شقه بقى موجود فيها حاجات، فانا اقل حاجه عيطت عليها. وجوزي لحد الان بيسالني بيقول لي انا نفسي اعرف انت ليه عيطتي لما فتحت الضرفه بتاعه المطبخ فشفت البهارات. قعدت اعيط لان انا مش عارفه دول ايه ولا بتوع ايه دول. حسيت ان انا يعني زي ما يكون حد بيتكلم صيني جنب الواحد كده، شفتوا اما الصينيين يقعدوا يتكلموا اي عم يا عم يا عم، فانت ما بتبقاش فاهم، ولا يعني لو اي لغه تانية ممكن تاخد كلمه ولا حاجه تفهمها او تفهم بالشكل الشخص ده بيقول ايه يعني، لكن الصينيين الواحد مش بيفهم منهم اي حاجه خالص. فانا اول ما جيت امريكا كنت عامله كده، الشوارع كنت حاسه ان انا ايه ده في ايه ومين وايه، وقعدت كتير عبال ما قعدت افهم ان بيبقى افنيو وستريت مثلا مع بعض. حكي يا شيخ حكي حبيبتي. شكرا جدا لردك. ومين مدام امال ممكن اضيفهم ويخف عليا الضرايب؟ بصي طب انا هبعت لك بعد ما نخلص، او يا بوشة لو قدامك الكارت بتاع مدام امال ابعته لها دي. حضرتك بتاع محاسبه وكنا مستضيفينها، كانت عامله لايف يعني عن الضرايب، فهنحط لك الرقم. فالشوارع زي ما قلت لكم الواحد بيقعد فتره دلوقتي ما شاء الله، يعني اللي جاي بقى بيبقى اصلا شايف الشوارع قبل ما يجي في السوشيال ميديا، بيبقى عنده جوجل وعارف جوجل، لان الناس في مصر دلوقتي بنورك يا هند بقت بتمشي على جوجل. احنا قبل ما نيجي كانش في حاجه اسمها جوجل اصلا، احنا قبل ما نيجي كنا بنسال حد في مصر مثلا لو سمحت اروح منين، يقول لك ايه اللي جابك هنا، انت جاي في طريق غلط، خد بقى اخر الشارع يمين في شمال واطلع مش عارفه، وتلاقي الشعب المصري كله يقول لك لا انت غلط، يعني كله لازم يقول لك كده. فانا جايه من الايام اللي كان فيها الدنيا كده، دي كنا بنركب الصبوي مثلا نقعد نبص على اللوحه اللي في الصبوي دي من فوق، ونقعد نشوف ايه اقرب حاجه للبيت، وقصه كبيره كده يعني يا جماعه. الحمد لله ما بقتش موجوده دلوقتي، الواحد بيبقى عارف ايه كل حاجه، بس برضو ستيل اللي بيجي حاسس ان هو غريب. ف يعني القناه والبيج واليوتيوب اللي هنعمله لكم الفيديوهات دي ان شاء الله هدفها انها تبسط على الناس، تديهم امل لو ظروفهم وحشه او الدنيا ضاقت عليهم، او لا الاستشاره فري حضرتك. شكرا يا استاذ شهاب، شكرا يا سو. بلاش فضايح، احنا كنا خايفين نركب الصبوي. لا انا ممكن لو على الفضايح بقى، بصي ما هو يعني انا صحابي اللي عرفوا انه يعمل يوتيوب قالوا لي بلاش انت يا دعاء عشان انت هتقولي يعني كل حاجه في الفيديوهات، بس انا هحاول ان شاء الله مش هحكي كل حاجه. انا انا بقى مش كنت بخاف اركب الصبوي، انا مثلا كنت لما بركب الصبوي لازم اتوه، لازم اوصل مثلا لاخر اخد الصبوي العكس، او اخد اركب الصبوي لحد الاخر خالص، وبعد كده ابتدي اسال والناس بقى تقول لي اروح ازاي، او مثلا لو موبايلي بقى فصل طبعا مش عندي جوجل، طب هعمل ايه ومش حافظه العنوان، فحاجات كتيره كده يعني. لا يا سلوى بصي انا كنت خايفه حد منكم يخش يقول لي والباص، عشان ما اضحكش قدام الناس، خليها بصي احنا مش هنحرقها، خليها بقى في الفيديوهات اللي هحكيها لهم، عشان احكي لهم بقى يا جماعه انتوا لازم تتفرجوا على الفيديوهات بجد عشان تعرفوا إيه. انا ركبت باص غلط مره ورحت فين، لا بصوا انا يعني جوزي بيقول لي ما شاء الله انا عديت بحاجات في امريكا منهم يعني فيروس كورونا، الفيضانات، حاجات مثلا ايه يعني، الاقي ناس يقولوا لي ايه دعاء الحاجات دي ما حصلتش في امريكا مثلا بقالها اكتر من 50 سنة، فالحمد لله يعني، فيمكن ربنا خلاني اعدي بيها عشان احكيها لكم ولا حاجة يعني. ايه تاني؟ حد اقرا ايه؟ انا بخاف امشي في الشارع، انت جديدة يا هند؟ انا من اسبوعين استاذ شهاب بيقول طلعت الساعة 3 العصر رجعت بعد العشاء وانا تايه. لا عادي والله، ده كان بيحصل لنا. انا مرة رحت اخد كورس، انت هتخلوني بقى احكي واحرق الفيديوهات بس هقول لكم دي بسرعة، واصلا لايف ما بقاش له علاقة باللايف اللي انا كنت طالعه له بالموضوع. انا مرة كنت باخد كورس في المكتبة،
كورس انجليزي اول ما انا جيت وكده، عشان طبعا كلنا بنيجي الاكسنت بتاعتنا ملهاش علاقه بامريكا خالص، الا من رحم مربي او الا من الناس اللي جايه دلوقتي عشان برضو السوشيال ميديا. بس احنا لما جينا كان الواحد بيقول ووتر وستوب وبطن والانجليزي بتاعنا انجليزي يا مرسي بتاع مصر، والانجليزي البريتش العادي. فانا كنت رايحه المكتبه اخد كورس، وده من ضمن الحاجات اللي هقولها لكم يعني عشان الناس اللي عايزه تيجي تحسن اللغه. وانا راجعه بعد ما خلصت فوجئت ان الموبايل بتاعي فصل. انا خايفه الحرب العالميه الثالثه تقوم عشان احنا جينا امريكا بالظبط يا امان كده، ممكن ولا حاجه؟ دي الخطوه الجايه، ما دي تقريبا الخطوه الجايه، دي الحاجه اللي لسه ما حصلتش. فالموبايل فصل، فانا ما بقتش عارفه اعمل ايه، يعني انا ما بقتش عارفه لاني انا مش حافظه العنوان قوي بالظبط، لان كنت لسه جايه، كنت بحاول اقعد احفظه واعرف مثلا ده الشارع ايه مع ايه او الكلام ده كله. مفيش حاجه اسمها بقى توصل لوحدك يعني. فضلت واقفه في الشارع على جنب وقعدت اعيط. طبعا الراعي الرسمي يعني للسيدات العياط، ومش عارفه اعمل ايه. طب هل اتصل مثلا، انا حافظه رقم جوزي، هل اتصل بيه مثلا واقول له انا فين وهو يجي ياخدني؟ طب هعمل، طب الولاد كده ميعادهم ما يعدي المدرسه، طب هو يروح يجيب العيال من المدرسه عشان انا كان مش هلحق اوصل في ميعادي، ولا هو يجي ياخدني انا، ولا ايه بالظبط؟ طبعا الواحد بقى بيفكر في 100 حاجه يعني ايه ساعتها. المهم الحمد لله ان فيا حته برضو ايه، ان انا ما بتحركش وبسأل، اللي قدامي كسفني اوكي مش هزعل، اللي ما كسفنيش يبقى انا خدت التجربه يعني. آه انا هند مرات مصطفى السباعي. ازيك يا هنودة، عامله ايه، اخبارك ايه؟ طب ليه بتخافي تمشي في الشارع يا بنتي؟ ده انت بقالك كتير اهو ما شاء الله، ده انت عديتي اكتر من سنه، تقريبا سنه ونص. لا انت تقعدي معايا قاعده وتتفرجي على فيديوهاتي بقى يا هند، تصدقي اتبسطت والله ان انت بتتفرجي عليا. شكرا شكرا يا هنودة. مي بتقول يسعدها دعاء ما احلاه، ربنا يخليك يا حبيبتي. فالمهم رحت رايحه بقى، حد واقف عند الباص، يعني انا عارفه الباص اللي بركبه بس مش عارفه هنزل فين بالظبط ولا هعمل ايه. فرحت رايحه سائله واحده واقفه، فقلت لها انا ساكنه بالتقريب يعني في العنوان كذا 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 وموبايلي فصل، ممكن تحطي العنوان على موبايلك وتقولي لي انزل من الباص ده في انه محطه، وبعد كده ارجع اخد، انا كنت بركب باصين فعارفاهم دول يعني، اخد ايه واعمل ايه ومش عارفه ايه. بصراحه هي طلعت ذوق، قالت لي اوكي نو بروبلم ومش عارفه ايه والحبتين دول. طبعا الباصات ما كانش لسه فيها عشان ما حدش يخش يقول ايه طب ما شحنتيش الموبايل ليه في الباص. طبعا الباصات ما كانش لسه فيها يا جماعه ان احنا نشحن في الباص ولا الاوبشنات دي يعني، ولا كان الواحد يجي في دماغه ساعتها ان ياخد معاه الشاحن وهو ماشي والكلام ده كله. فالمهم يعني ان هي عطتني العنوان، وانا عرفت بركب ايه وركبت جنبها كمان في الباص، وفضلنا نرغي طول الطريق يعني. والاخوه المصريين بقى انتوا عارفين يعني. وحكت لها قصه حياتي اللي انا بحكيها لكم في الفيديوهات، لان انا يعني اصحابي مسمييني يحيى الفخراني وانا ماشي في العراق، عشان انا اول ما جيت كنت كل ما اقابل حد احكي له قصه حياتي اللي انا هحكيها لكم، عشان كده قررت احكيها لكم، لان تقريبا نص امريكا عارفاها يعني، مش هتبقى سر او مش هبقى اقول حاجه عن حياتي، لان انا اول ما جيت كنت كل ما اقابل حد كنت بحكي له نفس الموضوع. هاخد بق شاي بس من اللي الناس اصلا مرضوش، من اللي الناس قصدي ما لحقتش ادولهم دول. لحظه واحده. المهم ربنا يوفقك دايما في نجاح يا رب. والله انا فرحت لما لقيت الصفحه، ربنا يخليك يا هنيده حبيبتي. تضحكي على ايه بالظبط يا مان؟ انا عارفه ان كلامي كله يضحك، بس ايه بالظبط اللي بتضحكي عليه؟ المهم بقى يا جماعه، احنا طالعين ليه النهارده؟ خلاص كده في الفيديو ده ايه ايه اللي يعني استفدناه بقى من الكلام الكتير اللي انا بقوله ده؟ اصل انا طبيعتي يا جماعه عشان تبقوا عارفين ان بتكلم كتير، يعني دي رحم امرئ عرف قدر نفسه، وخصوصا لما اكون بحكي حاجه بحكيها بالتفاصيل، وبرضه مامتي وقرايبي وكده وجوزي واخواتي وصحابي بيقعدوا يتريقوا عليا يعني، عشان انا ممكن لو حكيت حاجه بحكيها زي ما بتتفرجوا على المسلسل مثلا، لكن مش هنسى فيها اي ديتيلز يعني. بس انا بقى بقول لهم ده ذكاء، الحمد لله بابايا الله يرحمه كان بيقول لي اما حد يتريق عليا كده ده ذكاء. المهم بقى هدف الفيديو ايه؟ احنا اول حاجه كده قلنا ده مش هدف الفيديو بس استفدناه يعني من الفيديو، ان شاء الله ان احنا هنعمل فيديوهات عن التجارب بتاعتنا اللي حصلت لنا يعني في حياتنا من ساعه ما جينا امريكا، اشتغلنا ايه وازاي طورنا من نفسنا، وازاي طورنا من اللغه، وازاي اتطورنا في الشغل، وايه المشاكل اللي قابلتنا والناس ما تعملهاش، وايه الصعوبات اللي قابلتنا وعديناها ازاي، والحاجات دي كلها. فان شاء الله هنعمل سلسلة فيديوهات عن حياتنا بالحاجات اللي تفيد الناس. والحاجة التانية ان شاء الله ربنا اكرمنا والقناة بتاعتنا اشتغلت يعني باذن الله وعد،
ان انا طبعا مش هقدر، انا ممكن اعمل فكره من دلوقتي والم للناس اللي جايه من دلوقتي، بس مش هقدر اعمل دوت وانا مش بحط مبلغ كبير يستاهل، يعني عشان لو محدش دفع فبالتالي انا آه، يعني مثلا مش هدي للناس مبلغ قليل، فهبقى انا مثلا هستنى اما القناه تطلع فلوس بحيث ان انا اخد من ده خير، يبقى خير في خير. هي البيج والقناه دي كانوا معمولين للخير، لو طلعوا حاجه والله هدخلهم في الخير تاني ان شاء الله. اصلا كل ما اتعرف على حد جديد اقعد احكي تاريخ حياتي برضو والاحداث اللي بتحصل، يقول لي من ساعه ما جيت احنا بركه قوي قوي قوي. يا امان بس انت لسه جايه بقالكيش كتير يا حبيبتي، يا حبيبتي ايه اللي حصل لك بس قولي لي يعني. إيه يعني لحقتي في الحبه الصغيرين دول؟ الهدف بقى من الفيديو اصلا كان ايه بقى يا جماعه؟ ان النور عندنا كان باظ، الكهرباء كانت باظت من التلج اللي بينزل ده، طبعا انتوا شايفين الجو عامل ازاي، فبعض الاماكن في البيت ما كانتش شغاله. فانا اتصلت بالناس بتوع الكهرباء، ده اللي خلاني اعمل اللايف يعني، ان انا اتصلت بالناس، فالناس ما شاء الله في اقل من ربع ساعه كانوا موجودين وبيصلحوا العطل يعني. اتصلت مرة واحدة خدوا بياناتي في أقل من 10 دقايق، وجم في أقل من ربع ساعة. فزي ما أنا بقول العيوب ساعات، زي ما أنا النهاردة كنت طالعة لكم الصبح بوريكم المدارس في اللايف، إن إحنا رايحين المدارس عادي في عز التلج ده، وإن حياتنا ما بتقفش هنا في التلج، والعيال يعني بتروح في التلج، والكبار بيروحوا أشغالهم عادي والحاجات دي كلها. قلت ده من ضمن عيوب الغربة. فبقول لكم من ضمن مميزات الغربة برضو ان انت بتحس بامان. يعني لو لا قدر الله البيت حصل فيه بعد الشر حد حصل له مثلا بعد الشر حريق، او زي العطل اللي حصل النهاردة في الكهرباء دوت مثلا، انت بترفع سماعة التليفون الناس بتجيلك، ده حقك وبتاخده، سواء بقى بتدفع الكهرباء ما بتدفعش الكهرباء الكلام ده كله. في ناس هتخش تزايد وتقول لي ما احنا بندفع قد كده في الكهرباء، وانا قلت كده في اللايف اللي فات، بندفع كتير في الكهرباء وكتير قوي، خصوصا السنه دي الكهرباء زادت اعتقد يعني تقريبا النص على الكيلو وات ده، لان انا عندي المشكله دي وحطها على البيج، واتصلت بيهم وقالوا لك احنا بناخد من كندا الكهرباء، فالبنزين غلا ومش عارفه يعني حكوا لي قصه كبيره كده ان هو يعني كل السبلايز اللي بيجيبوا من كندا لحد هنا كل حاجه غلت عليهم، فبالتالي غلوا سعر الكيلو وات والحاجات دي كلها في الكهرباء والغاز يعني. بس في الاخر احنا بناخد خدمة وبناخد رحمة. لو عندنا مشكلة الراجل الناس اللي كانت معايا في اللايف الاولاني شافت الراجل وهو جاي لي بيسألني بيقول لي الدنيا تمام عندك ولا لأ وكده، خلاص تمام تمام، ما مشوش غير لما اتأكدوا ان كل حاجة تمام. طبعا احنا لو في بلادنا، وانا مش بعيب في بلادنا ولا مثلا انا ثورجية ولا انا مثلا بشتم عشان محدش يخش يقول ايه ما تتكلميش على بلادنا والحاجات دي، لا، انا بس هدف القناة ببين للناس الحلو اللي هيلاقوه لما يجي، والوحش. الحلو والوحش ده بناء على ايه؟ بناء على حياتهم في بلادهم يعني، ما هو مقارنة ده بده. فبالتالي الحلو اللي عندهم هناك مثلا ان هم لو الدنيا ساعة في المدرسة عادي مش هيروحوا وهيتدفوا، والمدارس هتتلغى اصلا والكلام ده كله. او لو العيال ما راحتش، ما اعتقدش ان في حد بيترفد من المدارس عشان مثلا ما راحش المدرسة والكلام ده كله، لان المدارس بيبقى هممها طبعا الفلوس اللي بتدفع. فبالنسبة احنا في مصر لما كان بيحصل مشكلة، انا طبعا يعني انا نفسي لما كنت بتصل مرة او اتنين وتلاتة وعشرة قبل ما حد يجي، وفي اعتقد دلوقتي بعض الاماكن كمان بيتقطع فيها الكهرباء يوميا، والناس ما شاء الله بتبقى عارفة امتى هتتقطع وبتنزل تجيب حاجتها قبل مثلا ما الكهرباء تتقطع او الكلام ده كله. فده طبعا مش موجود نهائيا في امريكا، وفي نفس الوقت لو في مشكلة بيجوا الناس وبيحلوها. فانا قلت ان دي من ضمن المزايا ان انت بتحس بامان. لو لا قدر الله تعبت هتجري على المستشفى، مش هيقولوا لك انت اسمك ايه ولا شكلك ايه ولا معاك فلوس ولا انت ابن مين. الكهرباء هتتقطع عندك هيجوا لك يصلحوها لك، سواء انت كنت البواب او كنت رئيس امريكا نفسها. مساء الفل والياسمين يا احلى روكا، تحيه مني ليكي قدام الناس كلها. والله يا جماعه رقيه دي انا مش عارفه اعمل معاها ايه، لانها زي العسل، ويعني مش عايزه اقول بنت ب100 راجل عشان خاطر ما تبقاش حاجه وحشه، بس هي جدعه جدا 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 جدا. وبصراحه شايله معايا كتير في البيج دي، اي حد في جيرسي عنده مشكله انا بروح بعتها عليها على طول. كتر الف خيرها، يا ريت كلنا ندعي لها وندعي لزوجها وندعي لاسرتها وندعي لاولادها، لان في حاجات كتيره الناس بتبعت لي على الخاص وانا مش بعرفها، وبروح جايه على طول يا منشنه لها يا بعتها لها صاحب الشأن يعني، وما بتتاخرش على حد في حاجه.
بعد اذنكم لو سمحتم فضلا وليس امرا تدعوا الركن. حبيبتي يا روكا والله احنا لا ده الفيديو كتير بقى بتفرج عليه، بس انا كنت النور كان بايظ عندي، الكهرباء كانت قطعه، وكلمت قناه وجم، ولما جم فتحت بس وريت الناس وهم بيصلحوا. لا والله ده قليل عليكي يا روكا خالص، ربنا يخليكي يا رب، والله ما بتتاخريش على حد خالص يعني، واللي ببعته ليكي بيرجع يقول لي ان انت عملتي معاه الواجب وزياده. فكنت بوريهم بس يا روكا، دي حاجة. الحاجة التانية كنت بنصح الناس اللي جاية من مصر او اللي موجودة هنا ومش لاقية شغل دلوقتي، لان احنا بقى عندنا آه، ناس كتيرة مش لاقية شغل بقى، في يعني انا شايفاها انها بطالة. ناس كتيرة جدا دلوقتي بتشكي على كل الجروبز انها مش لاقية شغل. بعد الكورونا بالذات الناس قللت العمالة. وفي حاجة كمان الناس ما تعرفهاش، يعني مثلا لو حد عنده كاستمر سيرفيس زي امازون احنا بنتصل مثلا بيه دلوقتي، الاول كان اللي بيرد علينا حد من امريكا وعايش في امريكا. بعد الكورونا بقى في كونسبت جديد ان الناس اللي بترد في امازون وتي موبيل واي بنك والكلام ده كله، لو تلاحظوا هتلاقوا الناس دي مش عايشه معانا، لان هي ما بتبقاش حتى عارفه التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه، وبتقول لك لو قلت لها كلميني تاني بتقول لك انت اكلمك الساعه كام دلوقتي عندكم، او التوقيت عندكم اللي هو مش عارفه ايه اس تي ولا ايه مش عارفه ايه دوت اللي هو فرق التوقيت يعني. فليه بقى؟ لان هو بيجيب الناس ديت وبيخليهم، وده برضو نصيحة للناس اللي قاعدة في مصر، ان انتوا ممكن معظمهم من الهند. لا وفي واحدة والله يا شيماء بكلمها في امازون لقيتها بتقولي انتي مصرية، قلت لها اه، قالت لي انا مصريه ومش عارفه ايه وانتي منين في مصر، فبقول لها من 6 اكتوبر، يعني كنت عايشه في 6 اكتوبر القاهره يعني قبل ما اجي هنا وبتاع. فراحت قالت لي اكشولي انا دلوقتي في 6 اكتوبر، قلت لها مش معقوله دي صدفه مش عارفه ايه. حبيبي انتوا كمان بتعملوا مجهود كبير ما شاء الله عليكم، والدال على الخير كفاعله، ربنا يخليكي يا روكا يا رب يا حبيبتي. فالناس اللي قاعده في مصر بتتكلم انجليزي كويس، وطبعا ما شاء الله معظم الناس بقت تتكلم دلوقتي، تقدر تقدم على امازون وعلى تي موبيل وتخش على جميع الشركات اللي في امريكا، وتقدر تقدم. طبعا مش محتاجين سوشيال لان اللي عايش بره امريكا ما عندوش سوشيال، وكلهم دلوقتي زي ما بقول لكم بيتكلموا بيدربوهم بقى، بيعرفوهم السيستم وبيعرفوهم الحاجات دي كلها وبيتكلموا يعني. فالناس بقى في بطالة جامدة دلوقتي بعد الكورونا، عشان امازون او تي موبيل او الحاجات دي ما بيشغلوا الناس دي. طبعا لو عطوهم كام يعني $100 في الشهر، هيبقوا مثلا لو حد مثلا في مصر عطوله $100 هيبقى 5-6 آلاف جنيه. فده هيبقى بالنسبة اللي في مصر مبلغ كويس، وبالنسبة اللي هنا وفر، لان اقل حاجة هيديها لشخص هنا $3000، فبالنسبة له فرق شاسع يعني. فاحنا بقى عندنا بطالة في امريكا، وكل الناس اللي موجودة عارفة الكلام ده كله. في طبعا الناس اللي بقى بتبقى جاية ما عندهاش لغة ومش بتعرف تسوق، ما عندهاش قدرات او خبرات مثلا، يعني بتضطر انها بتشتغل يا في مطعم يا في عربية اكل او في عربية قهوة. طيب ما هو في كم مطعم عربي وفي كم محل عربي وفي كم عربية اكل وفي كم عربية قهوة؟ هم يتعدوا على الصوابع، وما شاء الله نص البلاد العربية دلوقتي بقت بتيجي امريكا نظرا للظروف اللي بتمر بيها البلاد ماديا ومعنويا وكل حاجة. يعني في ناس كتيرة قوي كانت بتسيب دلوقتي بلادها مش بس عشان الفلوس، في ناس كتيرة جاية عشان الحياة، عشان الولاد، عشان امان، عشان حاجات كتيرة بقى يعني، ده مش موضوع الفيديو. فبالتالي عدد الناس اللي بتيجي امريكا بقى اضعاف اضعاف ما كانوا بيجوا زمان، ده بلس الهجرة الشرعية، اسمها ايه الهجرة الشرعية اللي هي اللوتري دي. فاللي هيجي ما عندوش قدرات اكيد مش هيلاقي شغل، وهيقعد شهر واتنين، وده بالنسبه له هيبقى دمار، لان عنده بلات، عنده ايجار مينيمم الناس بتدفع $2000، عنده كهرباء ولو ما بيدفعش غاز هنقوله لو كهرباء بس مثلا $200، تليفون $100، الايزي باس والتولاب بقى ده لو عنده مثلا عربيه شخصيه هيخش له في 100-150 دولار. فما فيش انتهالي ما فيش بني ادم في امريكا باكله بشربه بيصرف في الشهر اقل من 3000 ونص $4000، ده مينيمم عشان محدش يخش من بتوع امريكا يقولي دعاء وفي حد بيصرف كده. هنقول لو حد ماسك على نفسه قوي 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 هيصرف $4000، فهو هيجيب منين ال $4000 وهو ما بيشتغلش؟ مش رقم يعني يجيبه من بلده. ناس كتيره جايه جديد مش لاقيين شغل. فانا نصيحتي للناس اللي جايه ديت بقى يا روكا بقول ايه، لما فتحت ولقيت الناس بتوع الكهرباء دولت، ان اللي جاي لو مش عنده لغه
ومش عنده اكسبيرينس في حاجه انه يشتغل. يعني مش مثلا لو ما حد خريج مدرس، خريج تربيه، ممكن ما شاء الله مثلا، وده ان شاء الله هنعمله فيديوهات برضو عنه. ده نسيت اقول لكم ان انا عامله لكم مفاجاه ان شاء الله. يا اما الويك اند ده يا الويك اند اللي جاي ان شاء الله هعمل لايف مع الدكتور صيدلي عمل المعادله بتاعته هنا. وطبعا احنا اتكلمنا مع مدام امال قبل كده ازاي اللي جاي خريج تجاره يشتغل مثلا محاسب او في الضرايب او في الحاجات دي. فان شاء الله هعمل لكم سلسله برضو مع دكتور صيدلي، دكتور بشري، انا دكتوره اسنان ان شاء الله هعمل لكم باذن الله. والله اول ما افضل اعمل لكم فيديو ازاي الدكتور الاسنان يعادل شهادته هنا. هشوف حد دكتور علاج طبيعي، مدرس، هشوف كل الوظائف اللي الشخص يبقى واخد شهاده من بلده ويقدر يشتغلها هنا. انا رحت مع كذا حد وقدموا في اماكن كتير وللاسف ما فيش رد. للاسف يا روكا، والله انا مصدومه بصراحه يعني. وخصوصا ان احنا بعد الكريسماس، فالفتره دي وحشه جدا. عشان كده لما بس بنصح الناس، بنصحهم يجوا في الصيف، لان ممكن في الصيف يلاقوا اشغال كتيره والراجل يجي الاول لوحده. وقلت الموضوع ده 100 مره ان الزوج لازم يجي لوحده، لان لو قاعد مع ناس هيدفع 500 $600 لحد ما يظبط اموره. لو فضل دفع شهر شهرين 500 $600 عبال ما يلاقي شغل، مبلغ معقول. عما هو مثلا لو معاه اسره هيصرف مش اقل من $4000. يعني لو قعد شهرين هيعوز $8000 عشان يعيش عبال ما يلاقي شغل. فهنعمل عن الوظائف اللي نقدر نشتغلها اول ما نيجي امريكا لو احنا معانا شهادات. لو مش معانا يبقى لازم. بامانه انت يا دودو بتقولي كل معلومه حتى لو بسيطه، ربنا يخليك يا حبيبتي، والله ما تحرمش منك على كلامك الجميل ده. فانا بقول بقى لما شفت الناس بتوع الكهرباء دول قلت طب ليه الواحد يعرف كام حد مصري بيشتغل في مجال الكهرباء، كام حد مصري بيشتغل في مجال السباكه، كام حد مصري مثلا بيشتغل في مجال النجاره. مفيش يعني، بيتعدوا على الصوابع اللي الواحد يعرفهم. فاللي جاي ما عندوش شهاده يقدر يشتغل بيها هنا، فيعمل ايه بقى؟ قبل ما يجي يروح يتعلم مع نجار ولا مع سباك ولا مع كهربائي، يبقى عنده حرفة، بحيث لما يجي ياخد لايسنس اي حاجة. طبعا في البلد دي لازم ياخد لها لايسنس، ولايسنس معاها معناها في حاجات بتبقى بدراسة بسيطة، مثلا يوم كورس 6 ساعات زي رخصة الأكل. وفي حاجات بتبقى مثلا بياخد لها كام شهر. anyway بعد ما هيخلص الكام شهر هيقدر يشتغل. والشغلانات دي ما شاء الله هنا بتعمل فلوس كتيرة جدا، يعني ما شاء الله الله أكبر. وليه بقى هيشتغل في الشغلانات دي؟ لأن مش ناس كتيرة بتشتغل فيها، يعني الأمريكان ما بيشتغلوش في الحاجات دي خالص نهائي. فبالتالي الشغلانات بتبقى صعبة. فاللي بيشتغل يا اما مصريين يا اما اسبان. وطبعا المصريين ما بيجوش متعلمين الحرفة زي ما قلت لكم، معتمدين على ان هم هيشتغلوا عند العرب او صاحبهم هيشغلهم او الكلام ده كله، وفي الاخر بيجوا ما بيلاقوش الكلام ده حقيقة. فالاسبان بقى هم ما شاء الله اللي بياخدوا بقى ايه السكه دي، اللي هي سكه الحاجات الصعبه دي. انا عماله اجيب لكم بقى العرب في الكلمه العربي من الصبح معناها ايه اللي هي الحرف. في حد يخش يقول اللي هي الحرفه دي، يعني ان الحاجات الشغلانات الصعبه دي مش راضيه تيجي معايا بصراحه يا جماعه خالص بالعربي. اللي هي السكيلز دي اللي بتحتاج مهارات. وفي الكونستراكشن مثلا في البنى، الحاجات دي كلها دي هيجي، بس لازم حد يبقى عنده خبرة عشان يجي ياخد الرخصة فيقوم يشتغل في الحاجات دي على طول. يعني مثلا في السباكة مرة مثلا حصل وان السور اللي هي الماسورة الأساسية مثلا بتاعة البيت عندي دي اتسدت. ربنا يعني يبعد عن أي حد عنده بيت ولا يبعد عنكم كلكم. فلما اتسدت انا اتصلت بالراجل اللي بيسلك ده، يعني بشركة سباكة بقى. ما كنتش اعرف طبعا الاسعار قد ايه، وما اعرفش حد عربي زي ما قلت لكم يقدر يجي يعملها لي. فاتصلت بيه واتصلت بالشركه انا عندي كذا 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 كذا. الناس جم فقال برضو من ربع ساعه بصراحه، وتيكي تيكي بمكنه كده بقى ومش زينا بقى حتى بيشتغلوا بايديهم، لا ده مكنه ومش عارفه ايه، صلحوا البتاع. فبقول للراجل كام؟ انا بضحك لان ساعتها مش كنت عيطت، انا عيطت فحالي $500. فانا يعني قلت له لا حضرتك انت ما قلتليش قبل ما تشتغل. لا خلاص يعني رجع الحاجات اللي انت طلعتها من البتاع سدها تاني ما عنديش مشكله. قال لي لا حتى لو كده حضرتك هاخد منك $250. احنا طالما جينا يبقى حتى عشان اقول لك بس في ايه $250. بصراحه كانت صدمه ليا برضو. دي خدوها عبره، اوعوا تتصلوا بحد هنا عشان يصلح لكم حاجه من غير ما تعرفوا بكام، لان الاسعار هنا في الحاجات دي مدخل يعني مجنونه بصراحه يعني. حصل لي بقى مشكلة بره بعدها في السباكة برضو. فرحت متصلة سألت على الجروب
على حد يكون عربي. فواحده بصراحه الله يكرمها عندها صاحبه جروب تاني برضو اسمها غاده، قالت لي على استاذ مش فاكره اسمه دلوقتي، تقريبا استاذ نبيل يعني، بس هو شخص محترم جدا. جه وعمل لي الحاجه يعني، وعمل لي حاجات كتيره جدا بصراحه، شال وحط وعمل وسلك وفوق وتحت وايه، ما شاء الله عليه بصراحه. في الاخر اخد مني مش عارفه 250 ولا 300، بس كان ما يعني كان عامل حاجات كتير قوي مش زي مثلا التاني. فبالتالي الواحد بيبقى نفسه حد يعني يعمل له الحاجات دي من اسمها ايه يعني، عربي، مش عارفه اقولها من دمه يعني ولا من ايه يعني من زيه يعني، عشان يقول هو اولى بالفلوس، وفي نفس الوقت احنا مش زي هنا يعني. هنا واحد بيساوي اتنين، هو يجي يعمل لك حاجه واحده بس بنفس الفلوس دي. لكن لو عرب بيبقى فيه تسامح، بيبقى فيه بالراحه والكلام ده كله. فالهدف بس ان الناس اللي جايه، خصوصا الفترة اللي احنا فيها دي، يحاولوا يتعلموا اي حاجة قبل ما يجوا، بحيث تبقى سبورت ليهم هنا، يطلعوا بره الصندوق. والكلمة دي بقولها على طول، في ناس بتتضايق منها، بس يعني انا بقول والله عشان انفع بيها. بلاش كل اللي جاي يبقى مفكر ان هو هيشتغل في مطعم او على عربيه اكل او على عربيه قهوه. دي الحاجات اللي كلنا كمصريين بنيجي بنفكر فيها يعني. واحنا نفسنا لما جينا فكرنا كده برضو، مش هقول لكم لا، بس الوضع زمان كان حاجه ودلوقتي حاجه. وهرجع اقول لكم لو حد كان نصحنا من اول ما جينا وكان في فيديوهات وفي الحاجات دي، كان وضع الواحد اتغير كتير يعني. بس الحمد لله زي ما قلت لكم. فانا بس بنصح الناس اللي جايه تفكر تطلع بره الحاجات دي ويبقى معاها حرفة. يعني لو حد بيسوق ده هيشتغل اوبر واوبر ايت والكلام ده كله، مع ان الاوبر برضو في الفترة اللي احنا فيها دي ضعيفة جدا. بس اهو يعني اوبر بتشيل بعضها في السنة. لكن العربيات الاكل والقهوة والحاجات دي كلها بيبقى مثلا شغلها قليل جدا في الساعة، فهو مش هيشغل اتنين، هيشغل حد واحد بس. يلا شيماء بتقول ايه، هقرا بقى عشان اقفل. والله بنحاول نخرج بالصندوق، بس الصندوق مش راضي يبعد عني. لا يا شيمو هيبعد عنك، انت اطلعي بس من يعني مش هنتكلم قدام الناس. اطلعي انت بس من الحاجات اللي انت متخيلاها عن نفسك، عشان انت اكبر منها بكتير. انت ما شاء الله عليكي، وان شاء الله باذن الله هتطلع. في حد بس كاتب ايه، في حد كاتب حاجه وروكا رد عليه. خدي بالك يا حبيبتي، لو الست هي اللي جايه لها الهجره لازم الست تدخل معاه، بلاش يجي لوحده. عشان حصلت قدامي مرضوش يدوله الجنسيه وقالوا له ده القانون. لا انا اول مره اسمع الموضوع ده، معرفش. لا لو كده يبقى يعني لو كده يبقوا يجوا يقعدوا مثلا، الاسره تيجي معاه تقعد اسبوعين 3 شهر مثلا، وبعد كده ترجع لحد. لو ربنا اكرمهم خلاص يبقى الدنيا تمام. لو ما حصلش نصيب وربنا اكرمهم يبقى جايين يقعدوا مؤقت وينزلوا لحد ما هو يظبط اموره. انا طبعا دي ما اعرفش فيها بصراحه، ما مرتش بيها عشان ما اكدبش عليك، بس ممكن يسالوا. آه، ايوه صح، حصلت مع حد اعرفه. لا انا اول مره اعرف يا جماعه معلومه والله، حد بيقولها كتر الف خيره، ان لو حد جاي هجره هم يدخلوا سوا. دنيا طب بصوا انا ما اعرفش بقى المعلومه دي بصراحه. بيقولوا ان لو حد جاي هجره، الست هي اللي جايه لها الهجره لازم تيجي مع جوزها عشان مش هيدوله الجنسيه. الكلام ده انا ما اعرفوش، بس في ناس بتقوله اهو. فيعني الاسره لو الست اللي جاي لها الهجره يجوا مع بعض، بس يقعدوا فتره مؤقته وينزلوا، وبعد كده يبقى الزوج يجي تاني بقى يقعد لوحده وهم يرجعهم لما اموره تتظبط يعني. معظم الناس بتعمل كده، وده بيبقى الاحسن لهم يعني. حصلت مع ناس اعرفهم شخصيا. لا طالما روكا بتقول كده يبقى خلاص، يبقى ده فعلا حقيقة. لا يعني ما بيدروش الجنسية يا روكا، ولا ما بيدروش يعني الجرين بعد ما بيستلمش الجرين يعني؟ معقولة يوقفوا له الجنسية عشان كده؟ ده ناس استغفر الله العظيم يا رب. خلاص يا جماعة، انا اللي اقصده بس ان لو الاسرة جاية على حد تعرفه وهيساعدهم يبقى خلاص. لكن لو مش جاي على حد تعرفه خالص وجاية لسه هم يعني يعني بيحبوا في امريكا وهيطلعوا السلم واحدة واحدة، يبقى لا، لازم يجوا مع بعض يشوفوا الظروف بقت كويسة وحظهم كويس، لان في ناس ما شاء الله ربنا بيكرمها من اول ما بتيجي. لو الظروف مش كويسة يبقى الاسرة ترجع والزوج يقعد لوحده لحد ما يظبط اموره. حد بيقول ايه، هو ده قانون كان ايام ترامب هيتطبق، بس مش اتطبق رسمي. بس في ناس بتغلط في المطار وناس وقفت الجنسية لحد فعلا. ناس بتقف تلاقيها بقى في المطار، والناس وقفت الجنسية لحد فعلا بسبب الموضوع ده.
وقفوا حد في المطار كمان، ما تدخلوه. حصل يا هند مع واحدة، يا نهار ابيض. لا ما هو اكيد ايام الله يكرمه مطرح ما هو قاعد، مش عايزين نجيب سيرته لا يوقفوا لنا القناة. هو احنا شفنا الخير كله من ساعة ما حل علينا في امريكا ما شاء الله. يعني الله يمسيه بالخير اوباما، والله العظيم ما شاء الله عليه، كان راجل زي العسل. كانت ايامه جميله، والخير حتى اللي يعني الخير اللي امريكا فيه لحد دلوقتي كان بسبب اوباما بصراحه، الله يكرمه يعني. يديله الصحه مطرح ما هو قاعد، ويدخله الجنه. انا دايما بدعيله ان ربنا يكرمه ويدخله الجنه، عشان الراجل ده كويس جدا، وانا بعزه شخصيا، ونفسي يخش الجنه باذن الله هو ومراته، يعني باذن الله، لان زي العسل الاتنين طيبين. وكانوا مخليين كده كل المهاجرين زيهم زي الناس الامريكان. وكان بصراحة الوضع مختلف ايامهم، يعني كان في خير، وكان في ما كانش في عنصرية، وكان في حاجات كثيرة كويسة يعني. يا ريت كان ينفع يجددوا القوانين، تبقى بتتغير ويجددوا لهم تاني. بس خلاص بقى، هي دي قوانين امريكا. ما فيش غير حالة واحدة اللي جوزها اترفض في الجنسية عشان دخل الاول، وهي اللي فايزة. بصوا انا ما عنديش خلفيه عن الموضوع ده، انتوا بتقولوا اتطبق ايام ترامب، فانا ما اعرفش بصراحه يعني. احنا زي ما قلت لكم، احنا جينا ايام اوباما الله يكرمه ويديله الصحه. فالموضوع يعني كان ايامه كل حاجه كانت جميله بصراحه يعني. انا جالي في مصر الهجرة كانت باسم مراته، وجه لوحده، ورجعوه من المطار، ورجع جاب مراته وولاده. لا حول ولا قوة الا بالله. اكيد ده قوانين اختراعات من الاخ الجميل الامور، مش عايزين نقول اسمه بدل ما وقفونا اللايف، مع ان امريكا فيها حرية والناس كلها بتتكلم هنا عادي يعني. انت كلامك صح جدا والله، ربنا يجازيك كل خير والفرحة على المعلومات دي، ربنا يخليك يا هند يا رب. فالمهم يا جماعة بقى، الساعة كانت الساعة بقى 9 عندنا في أمريكا، ومتأخر قوي في مصر. فيعني بقى ايه، خلاص نقفل، عشان حد عنده أي سؤال بس قبل ما أقفل. عشان عارفة النهاردة الجمعة، بتبقوا عايزين تقعدوا مع الأسرة ومع أولادكم. ربنا يخلي لكم ولادكم يا رب، ويخلي لكم جوازاتكم. وبعدين الدنيا ساقعه، ما اعتقدش حتى حد هيطلع يشتغل من الناس اللي بتشتغل يوم الجمعه، الجو وحش قوي بصراحه. فهسيبكم عشان تقعدوا بقى تحضروا تغسلوا. انا عارفه الام بقى عندها في الويك اند ده في غسيل، في تحضير اكل للاسبوع لو بتشتغل، في قعده مع الولاد، في فيلم تفرجوا مثلا عليه، لان الاسره ما بتتجمعش الا في الويك اند يعني. فهسيبكم عشان تعرفوا تعملوا اللي بتعملوه. جزاك الله خير يا قلبي، تعالي كل محشي. لا يا ركا، هو انت بتتكلمي بجد ان انت والله العظيم اخلي جوزي يجيبني دلوقتي لو فيها محشي؟ لان احنا اسره بنحب المحشي، اسرتنا كلها ما عدا بنتي بتحب المحشي. بنتي بتحب الممبار، وعندك ممبار بقى هجيب لك الاسره واجيلك. بيطلع لنا على طول عسوله، ربنا يحميكي ربنا يخليكي يا دنيا. والمصحف ده انا مزهقاك، وانا ما بيعديش عليا يومين غير لما بطلع، بخاف اصلا يعني تزهقوا مني. ينفع نيجي كلنا ناكل محشي؟ يلا يا شيماء، بس يعني دي بقى هبقى عندي أنانية فيها بصراحة، وهفضل نفسي كله إلا المحشي. ده لازم أفضل نفسي فيه. لو روكا ما عندهاش غير طبق صغير، فأنا هضطر أروح وأسيبك يا شيماء. لو عندها كتير هاخدك معايا. والله تعالي عينيا لكم دلوقتي بتنجان وكرنب كمان. لا لا يا روكا، وانا عارفه كرمك، اقسم بالله يا جماعه. انا روكا كنت رايحه اديها حاجه من تحت البيت، كانت جايبه يعني قصة كبيرة بقى، مش هقول لكم هتزهقوا يعني. كنت رايحة اديها حاجة وخلاص يعني تحت البيت، ونزلت تاخدها مني والله وهي نازلة بس كده جابت لنا سندوتشات ومانجا بتاعت مصر، مش مانجا يعني من هنا حتى، وشوكولاتات للولاد وحاجات ايه يعني. فهي بتتكلم بجد يعني. روكا دي بصراحة الكرم كله يعني. انت منين يا روكا صحيح؟ قولي لي. هتلاقيكي من المنصورة الشرقية، عشان دول اكرم ناس في مصر، وبقية الناس كلها كريمة عشان محدش يزعل مني. بس انا اتعاملت مع كل يعني المحافظات في مصر، فدول كانوا اكرم ناس. ينفع نيجي كلنا ناكل محشي؟ تعالي يا شيماء حبيبتي، وانا بقول لك اهو. عاوزين نتقابل كلنا. انا قلت والله ان شاء الله بس الجو يتحسن شويه، انا ليكم. وهعمل لكم تجمع، اعملي مقابله للستات الجروب في اي كافيه نفطر الصبح. انا لا يا رك. دي اخر حاجه، مع انك قلتي لي قبل كده، تصدقي ساعه انا اللي نسيت. لا كده هتغيري رايي عن المنايفه. لا بس بصراحه والله، لا لا، يعني احنا عندنا في مصر بنطلع اشاعات كده وبنصدقها. لا بس بجد والله، انتي
وواحده اسمها منار. كانت ساكنه معايا في البيت القديم، هي معانا على الجروب يعني، يا ريت تطلع دلوقتي يا من المنوفيه برضه. بصراحه كانت ونعمه كبيره. كانت بقى ايه زي بيوتنا اهالينا كده زمان، كل شويه تخبط عليا وتبقى بعتلي ابنها مش عارفه طبق ملوخيه، عيش خبزاه في البيت ما شاء الله، اسمهم ايه دي تاني، قرص، حلويات. فغيرت رايي عن المنوفيه بصراحه، احسن ناس منوفيه لا لا، وانت كمان يا امان، لا لا كده خلاص يا جماعة. يبقى الشراقوة وبتوع المنصورة كده يبقوا بتوع المنوفية الأول خلاص، عشان احنا كده بقى ما شاء الله الناس كلها العسل اللي الواحد يعرفها من المنوفية هم. انا ما اتعاملتش والله مع حد منوفي يا جماعة قبل كده، كان اول حد منار دي، وخلتني اقول لا يبقى المصريين الكلام اللي بيقولوه مش حقيقة يعني. فالمهم بقى كنا بنقول ايه احنا عشان روكا دخلت علينا بالمحشي دستنا كلنا كلنا بنتكلم فيه يعني. فان شاء الله باذن الله اي فرصه تيجي هطلع لكم ونتكلم مع بعض، حد عنده سؤال، حد عايز اي حاجه انا تحت امره، يبعت لنا على البيج فيها يعني اوبشن المسجات. على الخاص ما فيش مشكله، بس انا ما ببصش قوي على مسجات الخاص غير لما ببقى فاضيه، لكن المسجات اللي هي بتاعت الصفحه دي بتابعها، بان حاسه انها مسؤوليه دلوقتي، وبشاير بقى بتبقى في نفس التوقيت معايا، فالفاضي فينا بيكفر التاني وبيرد. عشان كده لو حد عنده سؤال يبعت على الصفحه نفسها، عشان احنا بنشوف في الصفحه اكتر، لان احنا اتنين في الصفحه مش حد واحد يعني. بحبك في الله يا امرايا، ربنا يخليك يا روكا والله، وانا بعزك جدا. بس ان شاء الله كنا بنقول بقى عايزين نعمل تجمع ان شاء الله، بس الجو يتحسن شويه وهنعمل ايه. انتي بتكلموا بعضيكم انتوا كده، بتشوفوا بقى منين في المنوفيه عشان تعرفوا انتوا منين. اوكي بحسبكم تكلمونا انا. اللهم صل على محمد. هعمل ان شاء الله تجمع باذن الله. ممكن في الشتاء نحاول نعمل تجمع احنا كستات بس، مثلا في اي كافيه ولا حاجه، والصبح والولاد في المدارس، عشان طبعا ايه مش هينفع نعمل التجمع كلنا عشان ما يطردوناش يعني. لكن لو الصيف ان شاء الله ايه ده يشبين الكومدي في المنوفيه، طب انا والله ما اعرفش يشبين الكومدي في المنوفيه. في الصيف بقى اول ما الصيف يطلع ان شاء الله هنعمل تجمع، مره في جيرسي ومره في نيويورك، وان شاء الله ممكن نعمله بقى ايه باسرتنا كلها، يعني بجوزنا بعيالنا كلنا، بحيث ان الناس، قلت الهدف برضو قبل كده من الموضوع ده، اتكلمت كتير وعايزه اشرب وما بحبش اشرب وانا في اللايف. ان لو في ناس لسه جايه جديد ومفيش كوميونتي عربي متعرفه عليه، تتعرف عليه مثلا لو عملنا التجمع ده ان شاء الله. لان انا مش مع الناس اللي بتقول ما تصاحبوش عرب، انا ضد الموضوع ده نهائي. لا طبعا نصاحب عرب عشان ولادنا آه، طول النهار مع الامريكان، فبالتالي بيشوفوا الامريكان بطباعهم بحياتهم بكل حاجه. لو احنا ما عندناش عرب في حياتنا وفضلنا نقول لهم لا غلط حرام ما ينفعش، ده رايي انا شايفه ان الولاد هتبقى شايفه ان احنا اللي متخلفين، لان شايفه كل اللي حوالين بيعملوا عكس الكلام ده. لكن احنا لو عندنا في عرب صحابنا، حاجتين مهمين انا شايفه من صحوبيه العرب. اول حاجه ان ولادنا تبقى الكالتشر بتاعتنا والريليجن بتاعتنا والحاجات دي كلها تشوفها مع الناس التانيين اصحابنا، وتشوف ان مش احنا لوحدينا اللي بنطلب منهم كده، لا ان امهات اصحابهم التانيين بيطلبوا منهم كده. ولو في رمضان او يعني مثلا لو مصاحبين امريكان بس، هنيجي في اول يوم رمضان مثلا هنبقى يا اسمها ايه يتامى في البيت، لكن هنبقى قاعدين بناكل لوحدنا، اكيد مش هنجيب معانا امريكان يفطروا معانا اول يوم رمضان مثلا. لكن لو احنا نعرف عرب هنجيبهم اول يوم معانا، هنروح عندهم في العيد في المناسبات في الحاجات دي كلها. انت صح، لازم لينا اصحاب عرب طبعا، لازم بيتفرق الولاد في الكلام، ان هم الولاد بقى يتكلموا مع حد عربي غيرنا احنا مثلا في البيت. ما يتكلموا مع اصحابهم عربي هيقوي اللغه عندهم. واللغه لو كويسه جدا عند اللغه ان الولاد تتكلم عربي، ده من اساسيات انا شايفاه يعني التربيه. لان الولاد لو اتكلمت ومين هيدينا العيديه، وبوشه بتقول مين هيدينا العيديه كمان على رايك والله. يعني بصراحه انتوا كنتوا مسافرين في ايه بشاير في العيد الكبير؟ بشاير كانوا مسافرين العيد الكبير اللي فات، كانوا في مصر، ومش فاكره مين كمان تاني برضو كده من اصحابنا اللي بنتقابل معاهم برضو كان مسافر. المهم ان احنا عينيا ليكي يا مسكر، انتوا بتكلموا بعضيكوا بقى. الناس اللي اصحابنا اللي بنتقابل معاهم في العيد ما تقابلناش معاهم،
فكانوا ولادي زعلانين جدا، مش قادره اقول لكم قد ايه، ان عشان ما خدوش هديه، وقعدوا يقولوا لي لا اصحابنا في الكريسماس بياخدوا هدايا اكتر مننا، احنا كنا عايزين ازاي ما نقابلهمش، ازاي مش عارفه ايه. وزعلوا جدا، لان الحمد لله احنا لنا اصحاب، اخواتنا واهلنا هم دلوقتي. انا قلت لكم قبل كده الغربه يعني اهلكم ما بيبقوا اصحابكم، واصحابكم بيبقوا اهلكم، لان الاهل هم اللي بيعيشوا معاكم المناسبات. فاصحابنا اللي بيعيشوا معانا المناسبات لما بنتجمع في العيد بيدوا ولادنا عيديه، واحنا ندوا ولادهم عيديه. فبالتالي الولاد، يعني انا اعرف ناس عايشين هنا في امريكا لما بينزلوا مصر، اعرف واحده والله العظيم، لما نزلت مصر البنت وشافت صلاة العيد جالها حالة زي فوبيا، وقعدت تعيط لانها مش متعودة انها اصلا بتروح تصلي العيد هنا في امريكا. دي قصة كبيرة بقى مش هنقعد نتكلموا فيها دلوقتي. ان في ناس ما بتاخدش اجازة في العيد، في ناس ما بتروحش تصلي مثلا العيد في التجمعات في الساحة صلاة العيد يعني. وتقول لك اصل احنا في امريكا، اصل صعب، اصل بعيد، اصل هاخد يوم اجازة من شغلي، مش هينفع. انتي محظوظة يا دعاء لاصحابك هنا، مش كل الناس قادرة تعمل صحاب هنا. بس ده اللي انا بقوله يا شيماء، انا ما مش محظوظه ولا حاجه. ما انا لسه كنت اقول لكم صاحبه كتير، هتقعوا في مشاكل كتير، وده امر طبيعي هيحصل. يعني انا مش كل اللي صاحبتهم طلعوا يعني ما شاء الله، يعني في ناس خلتني اعيش ايام كتيره بعيط ومتضايقه ونفسيا، وليه كده وعملوا فيا كده، وافضل احكي واعيد وازيد مع جوزي في نفس شفت حصل ايه وعملوا فيا ايه وخلوا معانا ايه وليه عملوا فينا كده. يقول لي خلاص ده والله حفظت الكلام وعرفت وربنا يسامحهم ومنهم لله، وافضل اعيد تاني وازيد في اللي حصل. ويمكن يكونوا ناس قريبين من الواحد، وناس الواحد كان عارفهم من قبل ما يجي هنا وطلعوا ربنا يهديهم يعني، وناس الواحد ما كانش عارفهم وطلعوا الحمد لله كويسين. فاحنا نصاحب ناس، وبعدين نصاحب ناس ويبقى كله من بره بره، بس يبقى في ناس في حياتنا عرب. وبعد كده نبتدي بقى ايه اسمها ايه يا ولاد، نختار او نصفي. بصوا عشان ما حدش يقول عليا هبله، ان انا ساعات كتيره بقعد افكر في الكلمه قبل ما اقولها. انا برضو يعني بما اني زي ما قلت لكم صريحه وبحب اقول كل حاجه بصراحه، هقول لكم ليه بعمل الموضوع ده. عشان بشاير اتريقت عليا من قيمه كام يوم في فيديو من اللي كنت عاملاه. انا في كلام كتير غصب عن الواحد عشان هو بقى عايش هنا وما بيقولوش غير بهنا. يعني مثلا احنا مش بنقول الولاد رايحين المدرسه، بنقول الولاد رايحين السكول. اضحكي يا اختي. بنقول مثلا الولاد رايحين السكول. في حاجات مثلا بنقولها خلاص احنا ما بقيناش نستعمل الكلمة العربي فيها، لان غصب عننا يعني، عشان احنا بنقولها بالانجليزي بتاعها. انا اتعلمت الضربة اللي ما تموتنيش بتقويني، صح يا روكا؟ انا والله بعمل كده دلوقتي الحمد لله. عشان كنتي بتتريق عليا، اصل انا كنت بتريق على بشاير عشان هي معظم في الفيديوهات بتتكلم انجلش، ولازم عشان اتعلم، صح يا روكا؟ ففي الفيديوهات بتتكلم انجليزي كتير، وانا بقول لها ما تتكلميش انجليزي عشان في ناس لسه جايه جديد فما تعرفش الكلمات دي. وفي ناس بتبقى في مصر بتتفرج علينا، واحنا هدف القناه ان الناس اللي في مصر اللي بتتفرج تبقى عارفه كل حاجه قبل ما تيجي. فازاي انا هعرفها كل حاجه وانا بتكلم انجليش؟ حتى برضو في ناس برضو وانا بعمل لقاءات مع ناس، مع لايف يعني مع ضيف، دخلت كتبت لي برضو بطلي تقاطعي الضيف. الله يسامحهم برضو عشان قالوها لي بطريقه وحشه، انا زعلانه منهم قوي وهعيط اهو دلوقتي. انا مش ببقى بقاطع الضيف بيبقى بيتكلم برضو بالانجليزي. يعني مثلا بيقول ايه، يعني مثلا زي ما استضفت استاذ ايمن مثلا في موضوع البيوت، فبيقول المورجج مثلا هيبقى عليك غالي لو انت في نيويورك. ففي ناس مش اصلا لسه جايه ما تعرفش يعني ايه مورجج. واستاذه امال مثلا كانت بتتكلم على الضرايب وبتقول التاكس ومفايل تاكس والحاجات دي كلها. فانا بيبقى كل هدفي ان اللي بيتفرج، انا ما بحبش مثلا المسلسلات دلوقتي خالص، لان نص المسلسل الحلقه بيبقوا بيتكلموا انجليش. انا مش شايفه ان ده بصراحه ستايل او لايف ستايل، لا. يعني انا شايفه الانجليش ده لغه زي اي لغه، فان الانسان بيتكلمها، فيا اما هو دراسته كانت بيها، يا اما عشان هي بقت لغه العالم دلوقتي، يا اما عشان هو عايش في مكان فيه انجلش. ملهاش علاقه خالص بالستايل على فكره. يعني مش شرط ان الشخص يكون ستايل فيبقى بيعرف يتكلم انجليزي، لا خالص. احنا كجيلنا ما كانش عن الانجليزي كان بناخده الانجليزي باين اول سنه خدناه فيها كان في سنه رابعه، مش في كيجي. حتى المدارس الخاصه بس هي اللي كانت في كيجي.
المدارس الحكوميه كانت في سنه رابعه، فبالتالي يعني عادي ان الانسان ما يكونش، لو ما دخلش الواحد كليه بقى بالانجلش فاكيد ما كانش هيبقى الانجليش عنده قوي. والمدرسين بتوعنا كانوا على الله حكايتهم خالص يعني. فمش عيب في اي شخص ان هو لو ما بيتكلمش انجليزي، فانا ليه اقعد اتكلم انجليزي؟ طب انا لو حد كبير بيتفرج عليا، لو امي وخالتي والناس اللي هي الكبيره دي بتتفرج عليا وانا عماله ببرطم نص الكلام انجليزي، طب هم انا كده هبقى ليه بخاطب طبقه واحده بس؟ ليه يعني؟ لا، انا بخاطب كل الناس، وهي لغتنا اصلا عربي، ولغه القران عربي، ولغتنا صعبه جدا، واصلا الناس ما بتعرفش تتعلمها بسهوله، فاحنا لازم نعتز بيها. يعني ليه نقعد نتكلم انجليش نص الكلام في النص كده مثلا؟ وبالذات بقى لو احنا عرب بنتكلم مع بعض، او بالذات انا شايفه لو الناس في مصر، يعني يقول احنا هنا في امريكا غصب عننا في كلمات زي ما بقول لكم بيضطر الواحد يقولها بالانجليزي، لكن الناس في مصر مثلا ليه يعني؟ بس على العموم ما علينا، ده بقى مش موضوعنا. وانا اصلا نسيت اصلا بحكي لكم ليه القصه دي. عشان انا بقول لكم ساعات بقى بقعد اسرح وانا بعمل اللايف، لان ببقى في كلمه عايزه اقولها بقعد افكر في معناها بالعربي. كل اللي انا قلته ده بس عشان اقول لكم كده، لما اسرح منكم او اقعد شويه مش عارفه اجيب الكلمه ما تتريقوش عليا، ببقى بس بفكر في معناها في العربي عشان انا مش عايزه اقولها بالانجليزي يعني. فالمهم ان احنا بقى نصاحب عرب، عشان لما نصاحب عرب زي ما قلت لكم بيفيدوا ولادنا في الحياة بتاعتهم. لان الولاد كل ما بيكبروا كل ما بيطلبوا حاجات احنا بنبقى مش متوقعين ان هيطلبوها مننا. يعني مثلا ممكن تلاقي ابنك بيطلب منك انه يبات عند حد من اصحابه، لان ده شيء ايزي جدا. هنا هم في الهاي سكول، بعد كده عادي بيروحوا يباتوا، لان الام والاب بيبقوا مثلا منفصلين، ف وكل واحد في حتة تانية خالص. فالولاد بتبقى ما فيش حد بايت معاهم مثلا في الويك اند، فبيطلبوا من الماما بتاعتهم يعني انهم يباتوا عند اصحابهم، فبيرضوا لان هم ما عندهمش مشكلة في الموضوع ده. فلو احنا مش مصاحبين عرب وولادنا مش مصاحبين عرب، هتلاقي ولادنا بيقولوا لنا اشمعنى انا؟ ليه انا بس اللي ما اروحش ابات عند صاحبي مثلا؟ لكن لو هقول له طب ما عندك طنط فلانه، طنطك مثلا بشاير بتبيت زين مثلا بره، مش ام زين؟ مش عارف، مش بتحب الاسم ده خالص يا جماعه. فعشان كده اللي عايز يضايق يقول لها يا ام زين. فالمهم يا ام زين ايه، فمثلا لو قلت له كده هيكلم زين في التليفون، زين ده ابن البشاري يا جماعه بس عشان تبقوا عارفين. هيكلم زين في التليفون مثلا ويقول له ده، ويشتكي له مثلا مني، ده انا ماما مثلا مش راضيه تبيتني بره. هقول له مامي كمان برضو، هم كل الامهات المصريين كده يقعدوا يشتموا علينا. بس في ساعتها هيحس ان مش هو لوحده، يعني ان ده عادي، ان ده طبعنا كمصريين. لكن لو مفيش عندنا صحاب هو مش هيحس بالموضوع ده. ودلوقتي وهم صغيرين ممكن يسمعوا كلامنا فيما بعد كده ممكن يمشوا كلامهم، ومحدش يقول لا انا همشي كلامي على اولادي، لان دي قصه تانية طبعا بنتكلم فيها بعدين. ان الولاد دلوقتي بقوا غير زمان، مش بس عشان احنا في امريكا، لا حتى لو في مصر بقوا الولاد بيعوزوا يقتنعوا بالحاجه لما نقولها، مش زي ما اهالينا كانوا يقولوا يلا يبقى يلا، او روحوا يبقى روحوا بدون نقاش يعني. فعشان كده احنا لازم نتجمع عشان نعمل لبعض كوميونتي عربي، والناس تتعرف على بعض. بس تيك كير، يعني انا بقول مع ان احنا نعرف العرب ناخد بالنا، يبقى في حدود لحد ما نصفي وناخد ناس معينين يبقوا هم القريبين مننا، والتانيين يبقوا معارف هاي باي في البارك، في مناسبة، في عيد ميلاد، في مش عارفة ايه، في مكان مثلا بره. لان برضو زي ما بيبقى في من العرب حاجات كويسة، بيبقى في مشاكل كتير جدا. و يعني انا مش معنى كده بقول ان احنا ما نصاحبش امريكان، لا نصاحبهم ونستفاد منهم كتير جدا في حياتنا العمليه بالذات. الامريكان يعني لو حد عايز يشتغل انا انصحه ما يشتغلش مع عرب، لا يروح يشتغل مع امريكان. لكل حاجه يعني في حاجه يعني. فعشان كده ان شاء الله يا جماعه هنعمل لكم تجمع قريب نتجمع فيه كلنا مع بعض. انا كنت بقول لكم من فايده التجمع حاجتين، بس انا نسيت الحاجه التانية اني اتكلمت كتير طبعا كالعاده. بس يعني هو اول حاجه ان الولاد يستفادوا، والحاجه التانية مش عارفه ايه بقى والله ما افتكرها، بقولها لكم ان شاء الله. يلا تصبحوا على خير، عشان احنا كده يعني انا نفسي اللايف ده يبقى مبين لي بقالنا قد ايه، عشان اعرف انا قعدت قد ايه، لان انا كنت طالعه بقول لبشار هطلع 10 دقايق. فالمهم اي حد عايز اي سؤال قبل ما اقفل عشان اقول لكم تصبحونا على خير. يلا بقى ايه، بما اني انتوا بتقولوا اتبسطتوا ساعة، طب بصي اقسم بالله جوزي اما يتفرج عليا دلوقتي هقعد يتريق عليا. شفتوا هتفرحوا فيا كده، هيقول لي عرفتي يا حبيبتي ان انا متحمل كتير. طب اعمل ايه يا جماعه، والله غصب عني موضوع الكلام ده. الحمد لله عشان كده بحب اللايفات، عشان تبقوا عارفين. عشان كده اول من زمان جدا من قبل ما اعمل البيج دي كنت بطلع اصلا على جروب اسمه لمتنا في امريكا،
بقعد اعمل لهم لايفات برضه. اي حاجه كنت بعرفها في الحياه وفي الشارع كنت برضه بطلع اقعد اقولها لهم كده يعني، عشان بحس انها هوايه من هواياتي افرغ فيها طاقتي وموضوع الكلام ده يعني. فيلا تصبحوا على خير. اللي وراه بقى مواعين يروح يعملها، اللي وراه غسيل، اللي وراه يقعد يتكلم مع ولاده شويه، عشان في الويك اند ده كده الواحد ايه بيمسك بقى الولاد يقعد يحاول ايه يطلع منهم ايه اللي حصل له خلال الاسبوع، ويعرف ايه اللي عملوه، ويحاول يصحح لهم الغلط، ويحاول بالراحة كده يصاحبهم يعني ويديهم شوية نصايح وكده. وفي نفس الوقت بقى الحمد لله ان الويك اند ده مفيش تليفونات بتيجي من انشورنس ولا تيكيتات ولا مش عارفة اي المؤسسات الحكومية الكتيرة اللي بتبقى في البلد ديت يعني، وبيقعدوا يتصلوا خلال الاسبوع. فانا بصراحة بحب الويك اند جدا جدا، وبقفل بقى تليفوني ده، وطول ما ولادي الحمد لله وجوزي جنبي بروح قافله التليفون خالص. حد فيهم بره بضطر اسيبه بس مفتوح عشان خاطرهم، عشان الدوشه والاسترس اللي بنبقى فيها خلال الاسبوع يعني. فيلا اتكلوا على الله، روحوا شوفوكوا بقى ايه كل واحد هيعمل ايه. تصبحوا على خير.